بداية على اليوتيوب حرفيا انا ما كنتش بعرف اجيب اي مشاهدات. اكتر مشاهدات انا كنت عملتها على اليوتيوب كانت 30 او 40 مشاهدة. كنت بروح اشتري فيديوهات ترفع المشاهدات عندي. كنت بعمل حاجات غريبة كتيرة جدا حرفيا، زي مثلا ان انا اشتري فيديوهات بتبقى اصلا عبارة عن حاجة فيك ولكن هي ترند دلوقتي. كنت بروح اشتريها من الناس علشان يعلي عندي المشاهدات. ولكن لو بصيت دلوقتي انا عندي بدل القناة 2 و3، ودي ارقام مشاهدات وحققنا 500 و1000 و2000 و3000 مشاهدة. الفيديو ده هقولك على 5 اخطاء اوعى انك تعملهم لو عايز ان قناتك تجيب مشاهدات. واعذروني ان صوتي رايح شوية، انا اصلا ما نزلتش بسبب العيد وكده وصوتي كان رايح في العيد، فادعولي ان صوتي يخف ان شاء الله. ويلا بينا. طيب زي ما انت شايف عندي قناتين، القناة اللي انت بتتفرج على الفيديو عليها دلوقتي والقناة التانية اللي هي قناة ملخصات الافلام. القناتين اللي انا من اول فيديو حققت الحمد لله حوالي 2000 مشاهدة. عملت كده ازاي؟ ان شاء الله ده فيديو عن 5 اخطاء لو ما عملتهمش اضمن لك ان فيديوهاتك هتجيب. وان شاء الله انزل لك فيديو عن خوارزميات اليوتيوب وازاي تخلي الخوارزميات ترفع من مشاهداتك وترفع من القناة بتاعتك ومن مرات الظهور عندك تبقى كتير. فما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس، تكتب لنا كومنت جميل كده برايك وتكتب الفيديو اللي عايزه يبقى عن ايه. ويلا بينا. وبس كده خلينا ندخل على الاخطاء. اول خطأ معانا واياك ثم اياك ثم اياك انك تعمله وهو حذف الفيديوهات. اوعى نهائي انك تحذف اي فيديو، لان انت لو حذفت اي فيديو هتحتاج انك تعوضه مش بفيديو واحد، لا باكتر من فيديو عشان الخوارزميات تبدا تشتغل معاك تاني. ان اليوتيوب عنده حاجه الحذف ديا، ان انت خلاص انت كده انت بوظت قناتك بمعنى صح. فاوعى انك تحذف اي فيديو. اي فيديو عندك حبيت انك تحذفه او مش عايزه يظهر للناس اعمله على كلمة خاص. الخطأ التاني معانا هو خطأ انك تفضل تغير في المحتوى. بص احنا عملنا الاخطاء دي كتير في بداية اليوتيوب وبداية القنوات. اي واحد دلوقتي عنده مشاهدات او عنده مشتركين بيعمل الاخطاء دي في البداية. حوار ان انت بتعمل محتوى وبعد كده تلاقي ان المحتوى ده ما جابش مشاهدات، لا انا هغير المحتوى هجيب محتوى تاني ما يجيبش مشاهدات، فتجيب محتوى تالت وما يجيبش مشاهدات، فتجيب محتوى رابع وما يجيبش مشاهدات. طبعا كل ده هري على الفاضي. انت اعمل المحتوى وكمل فيه واستمر فيه. ليه؟ لان خوارزميات اليوتيوب بتاخد وقت على ما تفهم انت المحتوى بتاعك ايه او الفئة بتاعتك ايه، فتبدأ اول ما تحدد الفئة بتاعتك تبدأ تظهر الفيديوهات بتاعتك للناس اللي بتحب تتفرج على الفئة دي. فانت عمال تغير في المحتوى فخلاص اليوتيوب مش فاهم انت عبارة عن ايه، فبيسيبك تطبش براحتك بقى. برضو اوعى انك تغير المحتوى بتاعك. اعمل المحتوى بتاعك واستمر عليه. تالت حاجة وهي جودة الفيديوهات. وتالت حاجة هي نفس رابع حاجة، الاتنين هتكلم عليهم في نقطة واحدة. اولا في ناس بتقول ان المونتاج هو اهم من الفيديو وان المونتاج هو اللي بيجيب مشاهدات، كل ما تعمل مونتاج اكتر كل ما تعمل مشاهدات اكتر. حابب اقول لك ان الكلام ده غلط، لان انت مثلا يعني انت دلوقتي لو انت عندك مثلا محل موبايلات حلو، المحل مثلا انت عندك من جوه المحل عندك فيه مثلا ال16 والايفون 15 وكل الايفونات، بس انت من بره المحل شكله مش كويس او العنوان مثلا بتاعه مش كويس، مش مبين ان ده محل موبايلات. فانت عندك مثلا حاجه عظمه جوه ولكن اللي بره مش كويس، فالزبون هيدخل لك ازاي؟ وكذلك اليوتيوب، انت اهم حاجه اهتم بالصوره المصغره واهتم بالعنوان، لان انت دلوقتي المشاهد وهو بيقلب على اليوتيوب بيبص على ايه؟ بيبص عندك على العنوان وعلى الصوره المصغره، والله عجبته بيدوس على الفيديو. طبعا بعد كده بعد الصورة المصغرة وبعد العنوان بيجي بقى حوار المونتاج والجودة بتاعت الفيديو، والفيديو يكون مختصر وبيوصل المعلومة للمشاهد بأبسط طريقة. فاهتم بالعنوان بتاعك واهتم بالوصف واهتم بالصورة المصغرة، لأن الصورة المصغرة نفس أهمية الفيديو. خامس حاجة اوعى تقع في الغلطة اللي انا وقعت فيها، وهي غلطة انك تشتري فيديوهات فيك تعادلك من المشاهدات. طبعا انا بقالي حوالي 10 سنين تقريبا من وانا عندي 8 9 سنين في اليوتيوب. في البداية كنت انا بجيب مشاهدات يعني طفيفة، في مشاهدات جبتها عالية زي مثلا الفيديوهات دي، ممكن تخش تشوف القناة طبعا هي قديمة جدا، وطبعا كنت بعمل محتوى تكنولوجيا وكده. ولكن في البداية انا كنت عايز اي مشاهدات وخلاص، فالقناة ما كانتش بتجيب مشاهدات لحد ما جه واحد عرض عليا ان هو يبيع لي فيديوهات تجيب مشاهدات. اداني فيديو في التاني تجربة، وانا طبعا لما نزلتهم طبعا لقيت ان هو جايب 500 مشاهدة وواحد جايب 1000 مشاهدة. طبعا رحت اشتريت منه تاني. ولكن اللي عرفته بعد كده ان انت اصلا بتعمل حاجات فيك، وثانيا مش هتجيب لا مشتركين ولا لايكات ولا اي تفاعل، فاليوتيوب مش هيلاقي تفاعل، فبالتالي ملهاش اي 30 لازمه. وفي الاخر نصيحه اخيره في الاستمراريه، وركز في ان انت تفضل مستمر على طول وتنزل فيديو على الاقل لو انت محتواك بياخد مونتاج كتير كل 3 أو 4 ايام،
لو انت محتواك ما باخدش مونتاج وتعرف تعمله في اليوم، نزل كل يوم فيديو، واهتم بالجودة وبس كده. كلمة السر بتاعت النهاردة هي اخطاء اليوتيوب. اكتبها لي في الكومنتات عشان نشوف مين المشتركين المميزين. وبس كده، سلام.